إن شاء الله بيكون عندنا اليوم درس الفوطة الكلوش العادي والدبل والنص والربع. يعني إن شاء الله بناخذهن. طبعا احنا امس فصلنا اللي هو الكلوش العادي اللي قلنا نعطف القماش بمقدار على حسب الكمية القماش اللي عندي، نعطفها بهذا الشكل. تمام. مثلا الآن لو عندي متر على عمر سنة أعطفها نصفين بهذا الشكل، وبعدين أرجع ألفها بهذا الشكل. هذا الآن يشوف الكلوش العادي. بعد ما أخذت أو عطفت القماش بهذه الطريقة، إيش هتسوي؟ أدي المتر وأحدد طول الفوطة. تمام. طول الفوطة زي ما قلت لك أنا على حسب هل أنت تشتيها على الخصر تماما أو تشتي فيها زم أو كسرت أو كالونت، كل واحدة على الطريقة أو على شكل الموديل الذي تشتي. الآن موديلي حق اليوم هيكون عندي إيش اللي هو على الخصر. كيف أبدأ؟ أول شيء أحدد الخصر. كم قلنا عندنا الخصر؟ على عمر سنة بيكون عندي دوران الخصر 48. على عمر سنة كم قلنا؟ 48. أدي 48 هذه الآن 48 وأقسمه على 4. دائما المتر يا بنات ركز على الحديدة، يا إما نخليها عند الإبهام أو عند الإبهام أو السبابة، واحدة من اثنين. يعني المتر بهذا الشكل بيكون عندي عند السبابة، أو العكس أمسك المتر بهذا الشكل اللي هو 48 وأخليه عند إيش؟ عند الإبهام. يعني الناتجة الآن اللي أنا بأخذه اللي نهاية الحديدة، مش أجي أقلب وأجي أخذ اللي في الاتجاه الآخر، لا، رأس المتر أو نقول له مازورة المتر. إيش نعملها؟ ناخذ المقاس حقنا. 48 قسمنا على 4 كم طلع لي؟ 12 سنتي. أبدأ أحدد الخصر. تمام. المتر المصغر طبعا أنا عندي الآن موديل أو بنطبق على حاجة صغيرة. المتر المصغر دائما أقول لك إن عليه تعملنا بيفيدك في الموديلات الصغيرة. نطلع 12، هذه 12 وأقيس، أعمل المقاس بهذا الشكل 12 وأعمل علامة. طيب. عندي بعد ما حددت الآن الخصر، إيش عاد أحدد بعدها؟ أحدد طول التنورة. كم قلنا طول التنورة؟ 27. هتجي لي لهان على حسب، أو اللي بتجي أصغر بتجي في أخذ المقاسات الحقيقية بيكون عندي لهان 27. تمام. بعد ما أكمل أخذ المتر من رأس المثلث، أخذ المتر من رأس المثلث وأبدأ اللي هو أحدد، يعني بحركة دائرية. الآن بنحددها على رقم كم؟ على رقم 14. أجي بنفس الحركة وأحدد اللي هو على تحديد طول التنورة. كم جاء عندي؟ 35 وواصل 35 وأقيس لما أخلص الدوران. فحتى الآن عندي إيش؟ دائري. لما أجي أقص من في، ما عاد أجيش أخذ المقاس أو أقص من الجهة اللي هي المغلقة. تمام. أجي من الجهة اللي هي جهة مفتوحة وجهة مغلقة وأبدأ أقص من في، من تحت، ما أبدأش أقص من فوق. الأغلب يجي يبدأ نقصها من فوق بعدين من تحت، وإن القطعة عندي جهة طالعة وجهة نازلة ما تتزن. دبسيها وخليها مدبسة كامل من هذا المنطقة وابدأي قصي من في من تحت، قصيها من تحت. هذا أسفل التنورة. لما أقص الخصر ما تجيش أقص من تحت، أقص من في من فوق الرأس بهذا الشكل.
هذا الآن شكل الكلوش حقي اللي هو الكلوش العادي. تمام. الآن احنا فصلناه على القماش وطلع لي هذا شكله. هذا الآن شكل الموديل بعد ما قصيناه على القماش. طبعا تعطفي رأس أو الكلوش نفسه من فين؟ من البداية، من بداية الخصر، وتعملي تخرجي 3 سنتي أو 2 سنتي على عدد كمية القماش، علشان إيش؟ نعمل اللي هو السحاب، يعني نخرج هذه الزاوية لإيش؟ للسحاب، ونعمل علامات. شفتوا العلامات هذه فين هتكون في الخصر، في جوانب الخصر، يعني من جهة اليمنى والجهة اليسرى. تمام. بناخذ اللي هو القطعة المستطيلة، طبعا نفصلها على البترو، بناخذ على دوران الخصر كامل ونعطفه بهذا الشكل. كم دوران الخصر عندي؟ قلنا 48. يعني تفتحيها هكذا وتعطفي وتقيسي كم؟ 48. هذه 48 بالطول، والعرض مقدار كم قلنا أمس؟ 5 سنتي. لما أجي أخيطها كم تطلع لي؟ 8. لما أخيطها بعد 5 سنتي كم تطلع؟ يعني هي الآن مفتوحة كم؟ 10. لما أطفها كم؟ 5. لما أخيط كم ترجع؟ مقدار 4 سنتي. هذه 48. وهذه الآن اللي هي عرض القطعة كم قلنا؟ 4. يعني الآن 5 سنتي، تقصي منها شوية. هذه القطعة هي نفسها هذه القطعة اللي احنا قصيناها للتنورة. طبعا أيضا عملت فيها علامتين، العلامة من الخصر جهة اليمين والخصر جهة اليسار. الآن نخيطها ونشوف كيف هيكون شكلها النهائي. ندي الدبابيس ونحط العلامة اللي عملناها في الفوطة. طبعا احنا كم زيدنا؟ كم قلنا بنزيد في دوران الخصر؟ كم؟ زيدنا 2 سنتي أو 3 سنتي على حسب ما انتي تشتري. نبدأ نخيط ونحط العلامة الأولى عند العلامة اللي في الفوطة فينه؟ في علامة الحذاء. ونبدأ نخيط. طبعا إذا شديتي قوي فوعه يختفي، وإذا ريحتي يعني بتكون عندي بس واحدة كسرة، لكن لما تكون عندي مقصوصة الحزام والكل كلوش وشديتي بيشتد ويكون أصلا إيش؟ عريض. يعني خليه مرتاح بس على الحزام، تطلع من عندك بس كسرة أو 2. هذه العلامة الأولى نجزناها. أبدأ العلامة الثانية. وابدأ أعمل كسرة صغيرة. هذه هنا وامشي شوية واعمل الكسرة الثانية، بس حاجة بسيطة علشان ايش؟ توزع لي حركة الزم ما يكونش مكلكع. عملنا مسافة مقدارها 2 سنتي علشان نركب ايش؟ السحاب. هذا الآن التنورة شبه جاهزة.
تمام. علشان بس اخفي الخياط ايش اتعمل؟ اعمل خياطة في الحذاء لفة واحدة مقدارها سنتي واحد، هنا اللي هو اللفة حق ايش؟ الغبنة او الخياطة حق الحذاء. الحين ايش هتسوي علشان ما اتعبش في الخياط؟ اعمل بهذه الطريقة، اعمل لها دبابيس. طبعا انا عندي الخيط شوية مختلف حق داخل، او بالاصح خيط المكوك، فانا مشيش يكون عندي هذا اللون ظاهر في القماش من خارج. معش واحدة هرمة. تمام. بعد ما كملنا ودبسنا الآن ايش هتعمل؟ هتخيط من خارج علشان زي ما قلت لك الفتلة بس متغيرة لونها وانا مشتيهاش تظهر. كملنا الآن. لاحظوا كيف فيه هذه الآن اللي هي الفوطة العادي أو الكلش العادي. نعمل لها إذا كانت تحسيها إني عريضة إيش تعملي لها؟ تعملي لها من هنا ربل. إذا أنت تشوفيها تدخل ما تدخلش، عشان نسوي لها إحنا نسوي لها قلنا إيش؟ سحاب. ننزل مقدار 15 سنتي. نعمل أول شي دبوس، وانزل مقدار 15 سنتي. هذا 15 سنتي حق ايش؟ حق السحاب. هذه المسافة حق ايش؟ حق السحاب. خلاص من عند 15 ابدأ اخيط. اخرج كم؟ 2 سنتي. انا حددت عملت الزيادة كم قلنا؟ 2 سنتي. نخيط مقدار كم قلنا؟ 2 أو 3 سنتي اللي دي عملنا لها زيادة. قلنا السحاب المخفي يتركب وهو مفتوح، زي ما قلنا يتركب وهو ايش؟ مفتوح بهذا الشكل. ترفع شوية ونبدأ نخيط. إذا انت هتخيطي من الجهة الثانية بالدواسة تعكسيها وتخيطي من الجهة الثانية. بنفس الطريقة. كملنا. طبعا لما تسحبي السحاب بهذا الشكل، تخرجي السحبة حقه وتبدي تسحبي علشان يتقفل.
تسحب لون ثاني، بس في نفس الوقت لاحظوا انه ايش، انه مختفي، مش ظاهر قوي. بس لو كان عاد نفس اللون يا سلام. هذا الآن شكل السحاب، لاحظوا كيف هو. طبعا عندنا هذه الزاويتين عشان نفعل فيها نردها بهذا الشكل ونعمل لها تكفيله زي ما لو نطفها ونقفل. نجي للجهة الثانية أيضا وأطفها بهذا الشكل وأمشي. وأقص الخياط الزايد. الآن باقي لي من التنورة اللي هي الزجزاج أو البرمة من تحت، نبرمها، نغير الدواسة ونغير اللي هو الزجزاج وندخل القماش. أيضا أغير الرقم، أخلي على رقم 2 ونبدأ نلف شوية القماش ونبرم القطعة كامل. جينا نهاية القطعة، هذا الآن شكلها بعد ما انتهينا من خياطتها كامل. شكلها النهائي، شوفي مجملها. طبعا لاني خفيفة باقي معنا بس اللي هو الكو، نكوي الحزام بيكون يا سلام. وهذا شكلها النهائي.